يا مرحبا يا ابو عبد العزيز. حياكم الله يا ابو صالح. الله يعافيك ويسلم. الله يحييكم. طول عمرك. ما شاء الله تبارك الله، السفرة هذه كلها محلي، ما في شيء من بقالة ولا شيء من اسواق ولا شيء. لا بالله محلي بيتوتي. ما شاء الله تبارك الله. هذا الخاثر معروف، خاثر الغنم. زيت الزيتون برضو من الديرة، محلي من انتاج ريف ادلب. ما شاء الله تبارك نعم. الله. العسل، وهذا عسل الدجيجان، وهذا السمن، سمن الغنم، هذا سمن الربيع، سمن الربيع، السمن الاصلي الحقيقي. هذا اللي يقولوا لك دواء وعلاج. نعم. ما شاء الله تبارك الله. هذه اللبة الشمندور اللي يقولها الجميدة. الجميدة، الله الله. نعم. وهذا اللبن المصفى اللي هو يقول لبنة. نعم. اللبن المصفى بكيس القطن. وهذه القريشة كمان من مشتقات اللبن. هذه طريقتها بعد ما نخض الخاثر وناخذ منه الزبدة ويظل اللبن، بعد منها اللبن نحطه على النار ونطبخه على النار حتى يفرط، ونحطه بالكيس ونصفيه، تطلع منه القريشة اللي هو بكيس خام يحطونه. نعم، كيس خام، كيس قطن. نعم، مصنوع من القطن، يصفي هالمي ويظل القريشة اللي نصنع منها الشنكليش السوركي والشنكليش والامور هذه. الحين هذه توكل على زيت او على زيت وعلى ملح وعلى نعناع وعلى فليفله حمراء، يعني نفس اللبنه تقريبا. اللبنه. نعم. ما شاء الله تبارك الله. نعم. هذه اللبنه. نعم. طريقة اللبنه هو خاثر الغنم هو نفسه هذا. أيوة. هذا نرده بكيس الخام، كيس القطن القماش، ونصفيه لمده 24 ساعه، تطلع معنا اللبن المصفى. هذا هو. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. بالاضافه الخبز التنور، بالحنطه البلديه ما شاء الله الحقيقيه، مو الحنطه المستورده، الحنطه المحليه السمره. ما شاء الله. خبز التنور هذا على الوجهين، هذا الرغيف على الوجهين. ما شاء الله. يا حي الله ابو صالح. الله يعافيك. هذا الشنكليش. هذا شنكليش صناعه محليه من مشتقات اللبن. نعم. طريقته هي القريشه نفسها، ننشفها ونسويها بهالشكل مكعبات ودعابيل بهالشكل هذا، ونحط لها الزعتر والفليفله ونتركها لتيبس، وتتحول لطعم لذيذ على السفره الصباحيه عند اغلب اهل الريف الحموي بريف حماه بسوريه. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو عباره عن تين، مربى التين زائد السمسم زائد جوز. مربى التين زائد سمسم زائد جوز. هذا وصفة علاجية. وصفة علاجية وحلويات وخاصة للإمساك. ما شاء الله تبارك. هاي وصفات علاجية طبية. هذا والله يجيب العافية. حياكم الله يا ابو صالح. يا مرحبا يا ابو صالح. يا مرحبا بكم.